صباح الخير. النهاردة أول حلقة من حلقات سلسلة وجبات اقتصادية. وجبات اقتصادية مش معنى كده ان احنا هنروح ناكل كشري اصفر، لا، احنا ممكن ناكل لحمة وناكل رز بسمتي وعادي جدا نسميها انها وجبة اقتصادية. وتعالوا اقول لكم هنعملها ازاي. اول حاجة هنحتاجوها في الوصفة بتاعتنا النهاردة نص كيلو لحمة، وبيبقى عبارة عن 6 شرائح، وده ممكن يكفينا على يومين لو احنا 3 افراد، او لو احنا 6 افراد ممكن يكفينا على يوم. واول حاجه نحتاجها ان احنا نجيب بصلايه كبيره، ونبدا ان احنا ناخد الميه منها ونسيبها، وبعد كده نبقى نقدر ان احنا نحمرها ونركنها في التلاجة لغايه ما احنا نقدر نستخدمها في اي حاجه تانية. احنا النهارده هناخد البصلايه دي ونعمل بيها الرز البسمتي. ودلوقتي هنحط نص معلقه فلفل ونص معلقه ملح، ونقلب بقى البصل مع الملح والفلفل. وطبعا ما ننساش معلقه من بهارات المشاوي. طبعا كنا ممكن ان احنا نضيف مية طماطم، بس انا ما كانش عندي طماطم، فعادي يعني لو عايزين تضيفوا مش عايزين هي مش بتأثر قوي يعني. ودلوقتي هنبدأ ان احنا ننزل بالقطعة قطعة، وزي ما انتم شايفين كده نبدأ ان احنا نشرب مية البصل للحمة. وبعد ما نخلص بقى الكمية كلها نبدأ كده بالسلوفان ان احنا نقفل الطبق بتاعنا ونحطه في التلاجة لغاية ما نعمل الرز البسمتي. طبعا يفضل ان احنا نعمل الخطوة دي من بالليل، من قبلها بيوم يعني، ونسيب اللحمة في التتبيلة فترة اطول. بس انا كنت مستعجلة كده الصبح وعملناها على طول. دلوقتي هنعمل الرز البسمتي مع بعض. هنحتاج معلقة كده من السمنة وعليهم شوية زيت. نبدأ ان احنا نقلبهم كده كويس على النار لغاية ما يبدأوا يسخنوا، وبعد كده هننزل بالبصلاية اللي كانت معانا في اول الفيديو، هننزل بيها دلوقتي. ونديها بقى تشويحة حلوة كده على النار. وطبعا هنضيف حبهان وقرنفل وورق لورا. ونديهم كده بقى تقليبة كويسة على النار. احنا هنعمل كوبايتين من الرز البسمتي، فهنحتاج 3 كوبايات من المية. تركات الرز البسمتي ان احنا هنحط معلقة من بهارات الرز بالزعفران، دي بتتباع في الهيبرات الكبيرة او عند اي عطار ممكن تلاقوا برضو عنده. ودلوقتي عايزة اقول لكم على حاجة مهمة جدا بنحطها على الرز، وهي نص معلقة من ملح الصيني. ده حاجة جديدة، واعتقد دي اول مرة تسمعوا عنها في اليوتيوب اعتقد. لان فعلا محدش استخدمها قبل كده، وانا لما جربتها في الرز البسمتي طلعت تحفة جدا. وزي ربع معلقة من الفلفل الاسمر. ندي بقى الرز كده تقليبة كويسة جدا. نبدأ ان احنا نغطي المية بتاعة الرز لغاية ما تغلي، وبعد كده لما تبدأ انها تغلي نحط كوبايتين رز بسمتي. وندي كده بقى للرز تقليبة حلوة. نغطي الرز بتاعنا ونسيبوه بقى ان هو يستوي على راحته. دلوقتي هنجيب صينية ونبدأ ان احنا نشوي قطع اللحمة بتاعتنا، ودي حتة ليا بتمسحيها كده في الصينية كويس. ننزل بقى بقطع اللحمة بتاعتنا. طبعا لازم تكون الصينية بتاعتنا سخنة. وهنبدأ بقى ان احنا نقلبها يمين وشمال بعد ما تبدأ تاخد لون. وبعد كده ان احنا هنحتاج نولع فحمية على النار كده، نولع فحمة لغاية ما نخلص الشوي، عشان نحط بعد كده الفحمة دي في نص الصينية كده،
ونحط عليها معلقة سمنة بحيث انها تدي ريحة الشوي على الفحم بالظبط. حطينا اللحمة ونحط عليها بقى ايه حتة سمنة كده، ونبدأ ان احنا نغطي الصينية بتاعتنا كويس، ونسيبوها بقى كده لغاية ما الرز بتاعنا يستوي. ودلوقتي هنبدأ ان احنا نغرف الرز بتاعنا في سرفيز ونحط عليه قطع اللحمة. وبكده تكون دي اول حلقة من حلقات الوجبات الاقتصادية. عايزة اقول لكم ان انا هعمل لكم وجبات اقتصادية كتير جدا الفترة اللي جاية، ودي سلسلة مهمة جدا لينا، وبجد هي وجبات حلوة قوي وسهلة وسريعة جدا، مش هتاخد في ايدك وقت. وفي نفس الوقت هحاول ان انا اعمل لكم حاجات كرييتيف محدش عملها قبل كده، وحاجات تكون باللحوم والفراخ بس هتكون بتكفي مثلا ايه 3 افراد كده، وحاجات اقتصادية ومش هتكلفنا كتير. وبس كده، وده كان فيديو النهاردة. عايزاكم بقى تعملوا لايك وشير للفيديو، اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل وصفاتي انا وماما في المطبخ. اشوفكم في فيديوهات جديدة ان شاء الله. باي باي.